ازيكم عاملين ايه؟ انا فاطمه الزهراء. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. النهارده بقى هنعمل طريقه الفراخ الكاري الهندي، الفراخ على الطريقه الهنديه. يلا بينا نبتدي. هنحتاج نص كيلو فراخ بانيه، وهنقطعها قطع صغيره. تقدروا طبعا تستعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها. وهنرش رشه ملح ورشه فلفل اسمر، وهنقلبهم مع بعض. وهنسيبهم كده على جنب. وبعد كده هنجيب حلة وهنحط فيها معلقة زبدة. الطريقة دي سهلة جدا، وأحسن حاجة فيها إن إحنا بنستعمل حلة واحدة بس. وبعدين هننزل بيها بالفراخ. هنفضل نقلب فيها كده. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو. طريقة الفراخ دي حلوة جدا، عايزاكم تشوفوا الفيديو الآخر عشان خاطر تشوفوا في الآخر النتيجة هتبقى عاملة ازاي. بصوا المية دي المية اللي الفراخ بتنزلها. لازم المية دي تنشف، اما المية دي تنشف كده احنا نعرف ان الفراخ استوت. بصوا المية كده نشفت خلاص، انا عرفت ان الفراخ استوت. وبعد كده هنقوم شايلين الفراخ من الطاسة، وفي نفس الطاسة هنقوم منزلين بصلة متقطعة قطع صغيرة. قلتلكوا احلى حاجة فيها ان هي بتبقى في طاسة واحدة، تبقى سهلة جدا ومبتاخدش وقت خالص، وتغيير برضو لأي حد بيعمل دايت. هي الطريقة ما فيهاش أي حاجة وما بتخنش خالص. تغيير، بدل ما تاكلوا على طول فراخ مشوية في الدايت ممكن تعملوها، بس استبدلوا السمنة بزيت زيتون. وهنحط فصين توم مفرومين ونشوحهم مع بعض كده، نشوح التوم مع البصل. عايزة اقولكوا طلع طعمها في الاخر تحفة، وكانت كده طعمها مش تقليدي خالص. وانا الصراحة يعني بحب دايما اجرب الحاجات اللي هي طعمها مختلف، وطعمها طلع شبه اللي بناكلها لو اي حد راح مطعم هندي او اي حاجة، نفس الطعم بالظبط. بس بعد ما شوحنا البصل والثوم مع بعض هنرش رشة جنزبيل بودر. لو عندكم جنزبيل فريش ممكن تبشروا حتة صغيرة وتحطوها، بس انا ما كانش عندي فحطيت جنزبيل بودر عادي. ونقلب البصل والثوم والجنزبيل مع بعض، نخليهم كده ياخدوا تشويحة مع بعض. هي سهلة خالص وما اخدتش مني وقت، يعني بسيط جدا. الاساسي بقى في الوصفة دي هو الكاري، فاحنا بنحط معلقة كبيرة من الكاري. هو اللي هيدي الفراخ الطعم المختلف واللون الذهبي الجميل اللي انتوا هتشوفوه ده في اخر الفيديو. هي سهلة خالص ومفيهاش توابل كتير، بس اهم حاجة الكاري ده ما نقدرش ان احنا نستغنى عنه. وبعدين هحط معلقتين من صلصة الطماطم، هقلبهم مع بعض. عايزة اقول لكم يعني البصل مع الثوم مع الصلصة ريحتهم فظيعة. هديهم تشويحة كده، وبعدين هقوم منزلة الفراخ اللي انا خليت استوت، وهقلبهم مع بعض. لازم اخليهم اقلبهم كويس جدا جدا عشان خاطر الفراخ يبتدي تاخد الكاري ولونها يبقى ذهبي. ما تنسوش تعملوا فولو الاكونت بتاع الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. وطبعا هكتب لكم كل المقادير اللي انا استعملتها تحت برضو في صندوق الوصف. بصوا هي سهلة خالص وما بتاخدش وقت جدا، وفي نفس الوقت طعمها جميل،
نفس الوقت تغيير لروتين الأكل، وزي ما قُلت لكم لو حد بيعمل دايت هي حلوة جدًا تقدروا إن أنتم تاكلوها في الدايت. بس كده أنا أساسًا هي كده خلاص يعني استوت، وبعدين بقى الخطوة الأخيرة إن إحنا هنضيف كوباية زبادي، ممكن نستبدلها بكريمة الطهي، تحطوا حوالي كوباية كده من كريمة الطهي، بس لو ما عندكمش كريمة طهي ممكن تحطوا كوباية من الزبادي، يعني هي زبادي أو كريمة طهي، أو ممكن لو عندكم كريمة طهي ممكن تحطوا كريمة طهي وتحطوا معلقة من الزبادي، بتبقى طعمها حلو جدًا. وفي كمان اختيار تالت بس يعني ده مبيبقاش متوفر أوي، اللي هو اللبن بتاع جوز الهند، بس ده ممكن ميبقاش متوفر عند معظم الناس، بس برضه ده بينفع، بس هي برضه بالزبادي كان طعمها حلو جدًا. هنبتدي كده نقلبها وهنحط معلقة سكر صغيرة. سهلة جدًا، 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 وما أخدتش وقت خالص، وكمان اتبسطت بيها أوي، كان طعمها حلو ومختلف، وكان طعمها شبه الفراخ اللي إحنا بناكلها بالضبط في أي مطعم هندي، وكمان خفيفة مش تقيلة خالص. بس كده هنفضل نقلب فيها لحد ما يسخنوا مع بعض، كل المكونات تندمج مع بعضها، وفي الآخر قمت عصرت عصرة ليمون. ممكن تحطوا معلقة خل صغيرة أو ليمون، بس أنا باحب الليمون أكتر فقمت عصرت ليمونية كاملة. بس كده خلاص، وتقدروا تقدموها مع رز أبيض أو تقدروا لو عايزين تاكلوها كده بس بتبقى حلوة أوي. أنا الصراحة كلتها جنب رز أبيض، طالعة طعمها فظيع، تحفة، تحفة، تحفة. وبالهنا والشفا. باي باي.